بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو البروفيسور مارشال جونسون، رئيس قسم التشريح ومدير معهد دانيال بجامعة توماس جيفرسون بفلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية. لقد التقينا به في المؤتمر الطبي السعودي السابق، وقد خصصت لنا لجنة تبحث في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. فالتقينا به أول ما التقينا في هذه اللجنة. بدأ بالسؤال فقال: ما هو موضوع لجنتنا هذه؟ فقلنا له: موضوعنا هو دراسة العلاقة بين ما ذكر في القرآن والسنة قبل 1400 عام وما كشفته العلوم الحديثة. فقال: مثل هذا. قلنا: مثلا كشف العلم أن الإنسان يخلق في أطوار، وذكر القرآن الكريم هذه الأطوار قبل 1400 عام. كان جالسا فوقف يصيح: نو نو نو، لا لا لا، اجلس يا دكتور. قال: لا أجلس. ما هذا الكلام الذي تقولون؟ كنا ندرك أثر هذا عليه، وهو أحد العلماء المشهورين في أمريكا، يعلم أن البشرية بعد اكتشاف الميكروسكوب في القرن السادس عشر، كان الأطباء طوال القرن السابع عشر يعتقدون أن الإنسان يخلق خلقا كاملا في الحيوان المنوي، أي في نطفة الرجل، في السلالة التي تخرج من الرجل، كما نرى في هذه الصورة. هذه الصورة رسمها الأطباء في ذلك العصر ليدللوا على أن الإنسان يخلق خلقا كاملا في هذا الحيوان المنوي. واستمر هذا الاعتقاد إلى القرن الثامن عشر، وبعد اكتشاف البويضة في القرن الثامن عشر غير العلماء جميعا آراءهم وقالوا: لا، الإنسان يخلق خلقا كاملا في بويضة المرأة لأنها أكبر، وأهمل دور الرجل بعد أن أهمل أهل القرن السابع عشر دور المرأة. وفي منتصف القرن التاسع عشر فقط بدأ الإنسان وبدأ العلماء يكتشفون أن الإنسان يخلق في أطوار. لذلك لما قيل للبروفيسور مارشال جونسون هذا مذكور في القرآن قبل 1400 عام، وقف يصرخ: نو نو نو. فقمنا إليه وقدمنا له المصحف وقلنا له: تفضل اقرأ. وقرأنا له الآية، وقرأ ترجمة معناها باللغة الإنجليزية. قرأنا عليه قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقرأنا عليه قول الله سبحانه وتعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فجلس. قال: لكن هذا يمكن أن يكون له ثلاثة تفسيرات. الأول أن يكون صدفة، فجمعنا له أكثر من 25 نصا ووضعناها بين يديه وقلنا: هذه النصوص تكون صدفة. ثم إن القرآن قد أعطى لهذه الأطوار أسماء. هذا الطور اسمه نطفة، وهذا والذي بعده علقة، والذي بعده مضغة، والذي بعده عظام، والذي بعده الكساء باللحم، كساء العظام باللحم، والذي بعده النشأة خلقا آخر. إنه سمى هذه الأطوار بأسماء. أيكون هذا صدفة؟ قال: لا. قلنا: فماذا بقي؟ قال: يمكن أن يقال هذا أن محمد كان عنده ميكروسكوبات ضخمة. فقلنا: أنت تعلم أن مثل هذه الأطوار والدقائق والتفاصيل وما عرف
عرفه العلم من تفاصيل هذه الأطوار وذكره القرآن كذلك، هذا لا يتيسر إلا بميكروسكوبات ضخمة جدا، والذي يكون عنده مثل هذه الميكروسكوبات الضخمة لا بد أن يكون له تقنية عالية تنعكس على طعامه وشرابه وحربه وسلمه، ولا بد أن يتلقى هذا من الجيل الذي قبله ويسلمه للجيل الذي بعده. فضحك بعد ذلك وقال: لقد رأيت في معرض من المعارض أول ميكروسكوب اكتشف في العالم، إنه لا يكبر أكثر من 10 مرات ولا يستطيع أن يظهر الصورة واضحة. لا، لم يكن عند محمد أجهزة ولا ميكروسكوبات، فما بقي إلا أن نقول هو رسول من عند الله. ثم بعد ذلك تبنى هذه الأبحاث المتعلقة بالإعجاز العلمي، وركز في بعض أبحاثه على أطوار الجنين. فبينما كان البروفيسور مور وغيره من الدكاترة يتكلمون عن الشكل الظاهري، أخذ يقدم بحثه هو عن وصف القرآن الدقيق لشكل الجنين الخارجي ولتركيبات الجنين الداخلية. In substance, the Quran describes not only the development of external form, but emphasizes also the internal stages, the stages inside the embryo of its creation and development, emphasizing major events recognized by contemporary science. Thank you for your attention. هذه الصورة التي نراها للمضغة مثلا، وقد استدل بها ضمن الأشياء التي قدمها واستدل بها، هذه الصورة للمضغة تعطينا الشكل الخارجي للجنين، إنه يكون مقوسا كما نرى، ويكون في نهاية هذا القوس آثار وكأنها طبع الأسنان ليوحي بشكل المضغة، ونرى انتفاخات ونرى أخاديد ونرى سطحا متعرجا يعطي انطباع المضغة. هذه المضغة طولها سنتيمتر واحد. لو أننا وضعنا قطاعا فيها وجئنا نشرح الأجزاء الداخلية سنجد معظم الأجهزة قد تخلقت كما هو واضح في هذا الشكل. وسنرى في هذا الشكل الذي أمامنا الآن أن جزءا من الخلايا قد تخلق وجزءا آخر لم يتخلق بعد. فإذا أردنا أن نصف هذه المضغة، هذا ما يقوله البروفيسور مارشال جونسون، إذا أردنا أن نصف المضغة فماذا نقول؟ هل نقول هي مخلقة؟ إن هذا سيصدق على الجزء الذي تخلق. نقول غير مخلقة، سيصدق على الجزء الذي تخلق فقط. إذا قلنا مخلقة صدق على الجزء المخلق، إذا قلنا غير مخلقة صدق على الجزء الذي لم يتخلق. قال: فلا بد لنا أن نصف المضغة في تركيبها الداخلي بالوصف الذي وصفت به في القرآن، فنقول كما قال القرآن: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ثم جاء بملخص لبحثه هذا فقال: As a scientist, I can only deal with things which I can specifically see. I can understand embryology and developmental biology. I can understand the words that are translated to me from the Quran. As I gave the example before, if I were to transpose myself into that era, knowing what I do today and describing things, I could not describe the things which were described. I see no reason, I see no evidence for the fact to refute the concept that this individual, Muhammad, had to be developing this information from someplace. So I see nothing here in conflict with the concept that divine intervention was involved in what he was able to write. هذا هو البروفيسور مارشال جونسون الذي بدأ رافضا لما قلناه من أول وهلة، وانتهى به الأمر متبنيا لهذه الأبحاث في عدد من المؤتمرات. عندما سئل عن رأيه في تفسير هذه الظاهرة، ظاهرة ما كشفه العلم من تصديق لما جاء في القرآن والسنة، أجاب بقوله:
نعم، إنه الوحي. نعم، لا طريق أمام البشرية إلا أن تقر كما يقر هؤلاء العلماء بأن الله قد أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كتابا أنزله بعلمه، ووعد البشرية أثناء سيرها أن تكتشف طوال سيرها ما يدلها على أن هذا القرآن من عند الله، كما قال تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين. وكما قال تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وكما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.